السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو جديد، هنعمل مع بعض السمك المشوي في البيت بكل تكاته وبكل تفاصيله وتتبيلة حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ وصفتنا نصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، ونشترك في القناة لو مش مشتركين، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هنا انا بجيب السمك، يعني تنقي السمك بتاعك لما تكوني عايزة تشويه، تكون السمكية اللي هي المدورة دي، مش تكون المطولة، وتكون سمكية نوعا ما اللي هي الخضرة، مش السمكية الفاتحة البيضة دي، ما بتبقاش حلوة في الشوي. وانا النهاردة هفتح البطن بتاعة السمك. انا ساعات بشيل منه المرارة بس، لان ساعات بيكون في بطنه كده كلها دهنة، فبتخلي طعم لحم السمك بتخليه حلو قوي. بس النهاردة هفتح البطن بتاعته عشان احشيه من التتبيلة والخلطة الحلوة اللي هوريها لكم كمان شوية. اهم حاجة كده ان انتي بتفتحي بطن السمكية وتنضفيها كويس جدا من جوه، وعاملة فرشة كده مخصوص، اللي انتوا شايفينها دي مخصوصة للسمك، او لو عندك فرشة سنان قديمة هتنفع برضو. سامحوني يا جماعة ان انا الايام دي متأخرة عليكم في الفيديوهات، كان عندي شوية ظروف تعب كده، فدعواتكم كده بالشفا ان شاء الله. بس كده. وانا يعني من الناس اللي بتحب تشوي السمك في البيت بصراحة، لان عندي مش بيحبوا الشوي بتاع السوق ابدا، فبشويه دايما في البيت، لان عندي فرن غاز في البيت من تحت، فعشان كده بيسهل عليا يعني الشوي في البيت وكده. وبفتح كده السمكية لما السمك بيكون طازة، بيبقى فيه حتة كده مقفولة من جوه، لازم تفتحيها كده بالمقص عشان توصلي للسلسلة، وتغسلي كل حاجة جواها من جوه، متخليش فيها دم ولا تخلي فيها اي حاجة سودة من جوه. وغسلته وخليته زي الفل زي ما انتوا شايفينه كده، ونقعته في شوية مية بملح بليمون. وجيت بقى عشان اعمل التتبيلة بتاعته. معايا هنا بصلاية وسط كده، وقرنين فلفل احمر حراق وبارد واخضر برضو، اهو زي ما انتوا شايفين. وهديلهم ضربة كده في الكبة مع بعض. يعني انا مش هعمله ناعم قوي، انا ممكن اقطعه بالسكينة، بس انا زي ما قلت لكم تعبانة شوية ودراعي تعبني، فبستسهل كده وبعمل في الكبة. وبعد كده حطيت طماطمية ومعلقة كبيرة من الثوم، وبس كده. وهضربهم برضو ضربة خفيفة، وخلاص كده يعني كأنها ايه متقطعة تقطيع رفيع. انا دايما لما يعني في التتبيلة بتاعة السمك في التمليحة يعني، في معظم الاحيان بحط له توم كده وفلفل حراق حامي وخضرة كده، وبعمله في مية. بس المرة دي مش هملحه في مية، هوريكم هملحه ازاي دلوقتي. حطيت شوية بقدونس وشوية كزبرة وشوية جزر مبشور، ده اختياري يعني، ومعلقتين خل كده ومعلقة زيت، وهعصر ليمونتين كده. كتري في الليمون زي ما انتي عايزة، لانه انتوا عارفين السمك بيحب الليمون جدا. وحطيت شوية شرايح كده ليمون، واحط بقى الملح يعني ازود شوية في الملح عشان السمك بتاعي يتملح كويس وما يبقاش عادب. وحطيت شوية فلفل اسود، وما تستغربوش من الفلفل، الفلفل الاسود بيضيع اي زفرة للسمك. وحطيت طبعا كمون لازم وكزبرة وشوية بهارات سمك، ولو عايزة تحطي شوية زعتر برضو، بس انا نسيت احط زعتر. وحطيت كده شوية مية عشان يخليلي التتبيلة بتاعتي طرية شوية. وكده كده لما بسيبها شوية عبال ما اشوي السمك هي بتنزل ميتها. واهو معايا السمك بتاعي، هحشيه كده بالخلطة دي من جوه. طبعا شايلة اللي هي النغشيش الخياشيم بتاعته، اهو زي ما انتم شايفين. الخلطة دي تنفع لأي سمك مشوي، يعني بوري ممكن. لا، هو البوري يستحسن ان هو يبقى متشوي وهو مقفول، بس يتشال منه المرارة. وهعرفكم في مرة بعد كده يعني تشيلوا المرارة بتاعة السمك ازاي وهو مقفول زي ما هو. ممكن اي سمك تاني برضو تحطوله التتبيلة دي وتشوه عادي.
انا هنا في الوقت ده نزلت بقى تحت في عند المنور بتاعي، عند الفرن الغاز، وحطيت كده السمك بتاعي في الردة، وبعدين حطيته على حاجة كده وحطيته كله كده مع بعضه في الفرن، وببقى معلية من تحت ومن فوق زي ما انتوا شايفين كده. والحديدة دي اسمها عصاية الفرن، بقلب بيها بيكون حلو قوي كمان لما يكون مشوي في البيت والله. وساعات كمان لو انتي عندك المطبخ فيه شباك او بلكونة او شفاط، لو انتي ما عندكيش فرن غاز ممكن تشوي على البوتاجاز عادي، يكون عندك صاجة كبيرة شوية وتشوي، يعني ما توقفيش نفسك. وممكن تعمليه في فرن البوتاجاز بزيت وليمون، هيبقى حلو قوي برضه. اهو بتأكد بقى ان هو كده اتعمل من ناحيتين، وبشيله باخده بقى وهو كده لسه سخن خالص، واعمل له التتبيله بتاعته. اهم حاجه يكون لسه السمك سخن خالص، او ممكن لو انتي لسه قاعده عند الفرن تعملي الخطوه دي. وحطيت كده شويه من التتبيله تحت في الطبق من تحت، ولازم بقى اغطي كل السمكية بالتتبيله بتاعتي الحلوه دي. كان ريحتها وطعمها حلو قوي، وكمان البصل بيفرق كمان في الطعم، مش بيعمل ريحه مش حلوه ولا اي حاجه، بالعكس. اهو بحط السمك بتاعي وبغلفه كله بالتتبيله من فوق ومن تحت، عشان انتوا عارفين السمك المشوي بيحب يبقى يعني مدي حدوقية شوية، اللي هو ما يبقاش عادب، لو عادب مش هيبقى ليه طعم. اهو زي ما انتوا شايفين، وبصفي المية بتاعته كده وبحطها تاني على الوش. في الوقت ده كان السمك سخن جدا لسه وكده، ودي اهم حاجة عشان يشرب التتبيلة بسرعة. وبعد كده بحطه في كيس نايلون كده واقفل عليه كويس. وممكن في يعني في الفترة دي بعد شوية تقلبي الطبق بتاعك كده شمال ويمين، عشان المية اللي تحت تيجي فوق والسمك يتبل برضو معاكي كويس. وبغطي عليه واسيبه شوية كده نص ساعة قبل الاكل ولا اي حاجة، او على حسب ما هتاكلوا امتى. وعملت معاه رز ابيض، بيبقى حلو قوي مع الرز الابيض وسلطة. واهو شايفين السمك مستوي وحلو قوي ولونه ابيض وجميل. اهم حاجة تجيبي السمك بتاعك يكون صاحي وطازة. يا ريت يا جماعة اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة. وده نهاية الفيديو بتاعنا، اشوفكم في فيديو جديد. شكرا، مع السلامة.